يا صباح الخير على احلى متابعين في الدنيا. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض التلبينة النبوية اللي اوصانا بيها سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، وهي عبارة عن شعير ولبن وعسل. الشعير فوائده كتيرة جدا يا جماعة، عشان كده وصانا بيه سيدنا محمد. اول حاجة اوصانا بيها لانه بيذهب الاكتئاب، بيبعد الاكتئاب وبيبعد الحزن، وكمان بيقلل الكوليسترول في الدم الضار، وبيقلل السرطانات، وبيقلل كمان السكتات الدماغية. في ألياف كتيرة بتحسسك بالشبع، ممكن تنقصي في وزنك. كمان بيقلل كل حاجة. فوائده كتيرة جدا يا جماعة بصراحة، والألياف اللي فيه عالية جدا. يلا نبدأ الوصفة ونقول بسم الله. أول حاجة معايا زي ما انتم شايفين معلقتين من دقيق الشعير كبار. دقيق الشعير ده بيتباع عند العطار، وهو بيبقى أغمق من دقيق القمح شوية. زي ما انتم شايفين نزلت معلقتين الشعير كبار، وهنزل عليهم بكوبايتين من الحليب. اسمها التلبينة ليه؟ لان هي بتتعمل بالحليب. كان زمان سيدنا محمد، على ايام سيدنا محمد، كانت بتتعمل باللبن الماعز او الابل، فاحنا طبعا ما فيش دلوقتي كده، فبنعملها باللبن البقري بتاعنا. نزلت بكوبايتين الحليب زي ما انتم شايفين. هبدأ اقلبهم على البارد كويس جدا لغاية ما كل التكتلات اللي فيه دي تفك مع بعضيها زي ما انتم شايفين كده. التلبينة النبوية دي أوصانا بيها سيدنا محمد، بيقولك بتذهب لو فقدت حتى عزيز عليكي، بتذهب الحزن عنك. تاكليها كل قد ايه يعني؟ ممكن 3 ايام في الاسبوع، يوم ويوم، مثلا سبت واثنين واربع، حد وتلات وخميس. بعد ما قلبتها زي ما انتم شايفين كده وفككت كل التكتلات اللي فيها، رفعتها على النار وهقلب فيها برضو، مش هسيبها، كأني بعمل مهلبية. هي ممكن تتشرب كمشروب، يعني ممكن تتشرب كده في السمك اللي انتوا شايفينه ده، تاخديها كمشروب. بس هي اساسها بتتعمل زي المهلبية، بتتاكل بالمعلقة يا جماعة. هصبر عليها شوية لغاية ما تتقل معايا. هي هنا ابتدت تتقل كده وابتدت تغلي معايا، يعني كده الشعير ابتدى يستوي. هي كده تمام. هنرفعها بقى ايه من على النار. مش هحط عليها العسل الا لما انزلها، عشان فوائد العسل ما تروحش مني. التلبينة دي جميلة، وكفاية ان هي يعني ايه وصانا بيها سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، نتبع سنة من السنن بتاعته. حتى زي ما انت شايفة كده نزلت بمعلقتين كبار من العسل النحل. ممكن تاكليها امتى؟ سيدنا محمد كان بياكلها في وقت الضحى، يعني مثلا من الساعة 10 للساعة 12 الصبح. ممكن تاكليها بعد العصر او بعد المغرب. هنقلبها كويس جدا عشان سكرها يبقى مظبوط معانا. هي معلقتين كبار حلوين قوي من العسل. عايزة تزودي براحتك يعني، والتحلية على حسب رغبتك برضو. هنبدأ بقى نغرفها كده في بولات ونقدمها مع بعض. هنحط معاها مكون تاني، هو ايه؟ عين الجمل او الجوز. برضو مفيد جدا يا جماعة، وحلوة جدا للذاكرة، بيقوي الذاكرة جدا. وهي كمان بتقوي الذاكرة جدا. الشعير يا جماعة فوائده كتير جدا، وبعد كده ممكن نعمله مع بعض كمان. هعمله معاكم عيش، هيبقى جميل قوي وحلو جدا للتخسيس. يعني الشعير فوائده كتيرة زي ما قلت لكم. قدمناها كده. هنحط بس عليها ايه؟ جوز كده زي ما انتم شايفينه، او عين جمل. يعني الجمل اسمها جوز في الدول العربية يعني. بس كده. وتتاكل، يعني يفضل ان هي تتاكل سخنة، بتبقى جميلة وهي سخنة. سيدنا محمد كان بياكلها يعني زي ما بقول لكم كده، يوم ويوم، جميلة جدا بالشكل القمر اللي انتم شايفينه ده. وطبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير. وكفاية ان هي سنة من سنن سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، واوصانا ان احنا ناكلها وبألف هنا. طبعا بصوا انا هنا هدوقها معاكم كده وهوريها لكم. بصوا سمكها زي المهلبية بالظبط، وهي سخنة بتبقى احلى. ممكن تحطيها في التلاجة وبعدين تاكليها كمان، بس وهي سخنة بتبقى اجمل يا جماعة. زي ما انتم شايفين طعمها حلو جدا، جميلة زيها زي المهلبية بالظبط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.